أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بداية كل طاعة أفعلها مثل الصلاة وقراءة القرآن يأتي إلي الخشوع، لكن في نهاية الصلاة أو نهاية الورد أفتقد هذا الخشوع، فما توجيهكم أثابكم الله؟ نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة ومن الحور بعد الكور. هذا له أسباب، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا نقله من الأدنى إلى الأعلى، فيختم الصلاة على أكمل الوجوه ولا يختمها على أقل الوجوه والأحوال. فاحذر وانتبه، لأن بعض هذه الأمور تأتي بسبب الغرور، وبعضها يأتي بسبب التقصير في شكر النعمة. العبد إذا أنعم الله عليه نعمة ينتبه لشكرها، فاحرص رحمك الله على أن تنتبه لأي طاعة وأي توفيق وأي خشوع، بمجرد أن تصيبه تحمد الله عز وجل ولا تغتر. فمن الناس من يعطيه الله الخشوع في أول صلاته، ثم يدخل عليه الشيطان في آخر صلاته فيعجب من خشوعه، عنده عجب. ولذلك سألت بعضهم وقلت له: في آخر الصلاة يختلف حالك؟ قال: نعم. قلت له: في أيها؟ قال: الركعة الثالثة أو الرابعة من الرباعية. فقلت له: هل تحس في التشهد أو بعد الثانية بنوع من العجب؟ قال: أكثر من مرة. إذا كان الإنسان يدخله عجب، ولذلك إذا وجدته يستمر معك هذا، أو تجلس في مجالس العلم وأنت خاشع ثم بعد ذلك يتغير خشوعك، قد يكون سببه أن الإنسان يجلس أول ما يجلس ونيته خالصة، ثم بعد ذلك يجلس بنية الترويح عن النفس ويستجم، وقد يعطى النعمة ولا يحسن شكرها. وهكذا من الأسباب التي توجب زوال النعم، لأن الله كريم ولا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذر من النية، واحذر من نفسك فإنها الأمارة بالسوء، واحذر من شيطانك فإنه لا يأمرك بخير. فإذا تفقدت نفسك سيهديك الله عز وجل إلى السبب، لأن هذا عجيب. الحالة الأفضل والأكمل أن الإنسان يبدأ بضعف ثم ينتهي بقوة. ولذلك ذكر الأئمة رحمهم الله في صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل أنه كان يستفتحها بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يطيل المقرأ، أنه يبدأ عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، لأن النفس تقوى أكثر على الطاعة. فالخشوع والخضوع وحضور القلب ونحوها من الأمور التي يستعين بها العبد بعد الله في طاعته لربه، هذه أمور ينبغي أن يحصل أسبابها وأن يحذر من دخن الشيطان فيها. فنسأل الله أن يلهمك السبب حتى تعالجه. وأظن أعظم الأسباب وأكثرها الغرور والغفلة في النية. تجد طالب العلم يأتي من بيته، يخرج من بيته ونيته طلب العلم، فإذا جلس في أول مجلس العلم واستأنس بأصحابه وأحبابه، أو ركب سيارته مع أصحابه وأحبابه، غفل عن ذكر الله، فأصبح يضحك ويمزح ويخوض في أمور الدنيا حتى يغفل عن ربه، فيجد بعد ذلك قسوة ويقول: كيف أني خرجت من بيتي خاشعا ثم أصابتني القسوة؟ خرجت من بيتك خاشعا وليس في قلبك إلا الله، خرجت من بيتك خاشعا تذكر الله، ثم جاءك ران الدنيا فران على القلب، حتى ولو كان من فضول المباحات. وليس معنى هذا أننا نضيق على أنفسنا، لا، لكن الذي يريد الكمالات يتعب، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. ليس هذا تحريم لما أحل الله، لك أن تضحك مع أحبابك وأصحابك، لكن اعلم أنك إذا حفظت هيبة العلم ووقار العلم، وعلم الله في سريرتك أنك تخافه وترجوه، فتح الله عليك بفواتح رحمته ما لم يخطر لك على بال. وإذا خضت مع الخائضين ولهوت مع اللاهين فالأمر بحسبه. ولذلك تجد الأمور كلها تختلف باختلاف ما بين العبد وربه. فإذا بدأ مجدا صادقا ليس هناك أكرم من الله جل جلاله، وليس هناك أرحم بعباده ولا أكثر فضلا ولا جودا منه سبحانه وتعالى. ما كان الله ليعطيك النعمة ويسلبها وهو الكريم. الكريم لا يرجع في نعمته، الكريم لا يرجع في عطائه، الكريم يزيد ولا ينقص ويعطي فوق ما يؤمل. فلذلك إذا علمت هذا فكيف بملك الملوك وبأكرم الأكرمين؟ فإياك ثم إياك أن تظن أن هذا نقص، إنما هو منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك من نعم الله على العبد أنه دائما في أمور الطاعات والعبادات يراقب نفسه،
لا تجد عبدا حريصا على الخير يوفق في طاعته لله إلى آخر أمره إلا وجدته خائفا وجلا يراقب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. وجرب هذا وسيفتح الله عليك. إذا أصبحت تراقب الله في النعم، يأتي الرجل إلى أهله فيجد النعمة ويجد أولاده بخير، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، أو يدخل عليهم في إفطاره فيجد المائدة فيها أصناف النعم، فإذا قال لهم لماذا لم تضعوا كذا ولماذا لم تأتوا كذا ولماذا لم تأتوا كذا، هذا شيء. لكن إذا نظر فخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه وقال يا رباه من أنا حتى أطعمتني وسقيتني، رباه إني جائع إلا أن تطعمني وهذه طعمتك، رباه إني ظمآن إلا أن تسقيني وهذا سقاؤك وعطاؤك، رباه هذه نعمتك، كنت مشردا فآويتني، كنت أعزب فزوجتني، كنت فإذا بأبواب الرحمة تفتح عليه وسنجزي الشاكرين. أما إذا أقام الدنيا وأقعدها ضعوا هذا وارفعوا هذا وخذوا هذا تجد الأول يخوض في رحمات الله جل جلاله من نعمة إلى نعمة وهو يشكر ويذكر. الله يقول وسنجزي الشاكرين، وعد من الله تزاد وتنتقل. فإذا جاء ودخل العبد في صلاته فوجد الخشوع، نظر في نفسه وقال من أنا حتى أخشع، نظر في نفسه كيف صرف الله عنه الشواغل، وجد خشوعا، سمع آية من القرآن فرق لها قلبه، أو سمع كلمة موعظة فخشع لها قلبه، فقال الحمد لله بلسان حاله ومقاله. تجده يزاد من القرب من الله جل يزيده الله بفضله من القرب منه ويفتح عليه. والله سبحانه وتعالى جعل للشكر أمرا عظيما، ولذلك قال الله عن إبليس في معرض ما يفعله بالعباد، وهذا يتنبه له كل عاقل سعيد موفق، قال ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ماذا بعد ذلك؟ ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. كل الذي يفعله الشيطان ألا تشكر، كل الذي يفعله الشيطان ألا تذكر. فإذا وجدت النعمة تزداد فيها فاعلم أن الزيادة من الشكر بفضل الله. وإذا أردت الزيادة في النعمة فابدأ بالشكر، والشكر لا يمكن أن يعطى إلا بفضل الله، ثم بقلوب مؤمنة تعرف كيف تشكر ربها، قلوب التي تنكسر لربها، ليست قلوب المتجبر المتعالي الذي يحس كأن النعمة يستوجبها على ربه والعياذ بالله، حتى إذا دخل في طاعة واستقامة كأنه يتمنن على ربه وعلى الخلق باستقامته، بل يدخل وهو يحس أنه أفقر ما يكون إلى الله عز وجل. فإذا بلغت هذا المبلغ حفظك الله من التبدل والتغير إلا لأحسن حال. فكن مع الله، كن مع نعمه، واذكر هذا الملك الذي غفل عنه الغافلون، واذكر هذا الرب الذي رباك بنعمه وأسدى إليك العظيم من مننه. ولسان حالك يقول يا رب من أنا حتى تحسن إلي، كنت بعيدا فقربتني، وكنت شقيا فأسعدتني، وكنت معذبا فرحمتني، وكنت أنت ربي ولا رب لي سواك. فاللهم ربنا رب السماوات وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفيض علينا من رحماتك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. بيض وجوهنا وثقل موازيننا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أنت ربنا ولا رب لنا سواك، إليك توجهنا وفي رحمتك أملنا، نسألك أن تبلغنا فوق مسألتنا ورغبتنا، فأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،
ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا صلاحا إلا أثبته وزدته، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلهم في أعالي الفردوس من جنتك. اللهم نعمهم في قبورهم نعيم الشهداء، اللهم نعمهم نعيم السعداء. اللهم ارفع درجتهم في مرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم أحسن خاتمة الأحياء، اللهم أحسن خاتمتهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم، وأعنا على بر الأحياء والأموات منهم. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم نعوذ بوجهك من العقوق. اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفر إليك مما بدر منا من التقصير في حقك، فحقك أعظم الحقوق، ونعتذر إليك ونستغفر إليك من كل تقصير في حق آبائنا وأمهاتنا وذوي الرحم منا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر ذنبنا وكمل نقصنا يا ربنا يا ربنا. أنت ربنا وإليك شكوانا وفيك أملنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالدين والاعتصام بالحبل المتين حتى نلقاك غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. أعوذ بالله من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين. اللهم اصرف عنا فتنهم أجمعين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم دمر أعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم وانزع عافيتك عنهم. اللهم نكس شعارهم ودنس منارهم. اللهم اقسم ظهورهم وعسر أمورهم وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن بالإسلام وأهله من اللأواء والشدة والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. نسألك ونضرع إليك أن تفرج عن الإسلام وأهله. اللهم اكتب له العزة والتمكين، اللهم اكتب له العزة ولأهله التمكين بعزتك لا إله إلا أنت القوي المتين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ من نواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعد بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ألطف بإخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبهم وبالمسلمين أجمعين. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطف بهم حيثما كانوا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وسد عجزهم يا رب العالمين، واجبر كسرهم إله الأولين والآخرين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة بمنك وكرمك وسعة جودك ورحمتك أن تحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أخرنا إلى خير، اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن، اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن والمحن فنضل ونشقى. اللهم خذ بنواصينا لكل بر وتقوى وارزقنا السداد. اللهم ارزقنا السداد، اللهم ارزقنا السداد وثبتنا عليه إلى المعاد حتى نلقاك وأنت راض عنا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.